من وقت الأب مات أبوي لهلق ما أكلنا أكلك طيبي من حالتنا، والله صعب كتير حالتنا. والله العظيم لو أبوي عايش أنا ما بطلب شيء، بس والله العظيم أبوي ميت وحالتنا صعبة في المخيمات. يا جماعة لفت انتباهي هذا المخيم تحت الثلج انه كل المخيم فاضي ومهدود، بس في خيمة وحدة. فخلونا نشوف هاي الخيمة ايش وضعها. بصراحة انا الجماعة للأمانة ما بعرفهم ولا بعرف ليش لهلق هن هون، بس لفت انتباهي انه كل المخيم فاضي، كله ما في غيركم بالمخيم. طلعتوا تستقبلونا يعني عرفانين نحن اذا جايين فمعناتها لعندكم ما في غيركم. السلام عليكم. اهلين شلونك يا امي؟ شو الاخبار؟ الحمد لله. شلونك انت يا ابني؟ طمنا شو البردات؟ ايه والله برد وثلج والوضع صعب لاخر درجه. ايش مبركك في المخيم لهلا؟ والله يا ابني مبركي بالمخيم لانه دار ما عنا، دارنا بتضيع انهدت والعالم رحلت كلياتها، انا وين بدي اروح بحالي؟ وانا ارملي عندي 5 اطفال ايتام وما عندي معين غير رب العالمين. عندك 5 ايتام؟ 5 ايتام ما عندي معين غير رب العالمين. يعني انت اليوم كحرمة مربية 5 ايتام، ما ضل حدا غيرك بالمخيم. بالليل شلون الوضع؟ بفزع. ليش؟ لا تاخذني يعني مهجور، مخيم صفي مهجور، كلاب اخذ. يعني المخيم انا شايفه بالنهار بخوف، شلون بالليل؟ والله بخوف ومخاف على حالي كثير، مو شيء بسيط. والله حرامات ما عنا على السواء، اوقات نتغطى اوقات ما نتغطى ولا ترى الريحة. والله العظيم ما مثلا بروح على بيت الادب بالليل بخاف، مخيم بخوف، كل ما بطلع على برا بخاف. لا عنا لا مد عربي، لا عنا حرامات، لا عنا شيء، ما أنا عايشين مثل الخلق. والله العظيم يعني حياة صعبة، والله العظيم صعبة كتير صعبة. أكل ما بناكل من الصبحيات يا المغرب بناكل، أوقات العصر بناكل بالصدفة. والله العظيم حالتنا صعبة. من وقت الأب مات أبوي لهلق ما أكلنا أكلك طيبة، والله العظيم ما أكلنا أكلي طيبة من وقت مات أبوي. طيب شو بدك؟ بس هيك بس بدي اكل بس لحمي. والله العظيم صار لي اكثر من 8 شهور ما اكلت اللحمي، والله العظيم اكثر من 8 شهور ما اكلت اللحمي. ولا عندي لا لبس مثل الخلق لا شيء مثل الخلق. والله العظيم انا وكل ما بدي انام عند ما بدي انام بدي ابكي، عند الصبح ببكي كماني. والله العظيم لا شيء مثل الخلق ولا شيء. يعني اليوم حلمك في هالحياة تاكل لحم؟ والله العظيم حلوة بالحياة، بس اكل لحم هيك وعيشتنا هيك كويسة ودفى وننام مرتاحين. بس عم ننام كلياتنا مزعوجين، كله بكي. والله العظيم انا لو هيك عيشتنا حلوة، والله العظيم انه ما ببكي، بس والله العظيم عم ببكي من عيشتنا من حالتنا. والله صعب كتير حالتنا. والله العظيم لو أبوي عايش أنا ما بطلب شيء، بس والله العظيم أبوي ميت وحالتنا صعبة في المخيمات. احنا بدال ابوك ان شاء الله يا عمي، احنا بدال ابوك. خلاص طول بالك. حسبي الله ونعم الوكيل. ان شاء الله رح نغير حالكم، بس قول يا رب. إن شاء الله يا رب. ان شاء الله رح نغير حالكم ان شاء الله ان شاء الله. طيب يا امي، نحن بنتكفل بعمار بيتك في الضيعة بقيمة $10,000. الله يوفقك، روح. الله يوفقك يا ابني، روح. الله ييسر امرك الهي، الله يرضى عليك دنيا اخره. روح، الله يحميك الهي، الله يطول بعمرك. بارك الله فيك. الله يحميك، الله يطول بعمرك الهي، ييسر امرك الهي. بس طولي بالك ما اكتفيت هيك، فوق $10,000 عمار البيت بدي افتح لكم محل تعيشوا منه. الله يخليك، الله يطول بعمرك، الله ييسر امرك الهي. الله كل واحد الله يوفقه، الله يساعد الهي كل شيء يساهم ويساعدنا، ييسر امره ودنيا اخره ويطول بعمره الهي. كل واحد يساعدنا ان شاء الله، ان شاء الله الله يفرحوا باغلى شيء. نرجع الضيعة. الله يخليك يا عمار. الله يعيش الهي، الله يطول بعمرك، روح. الله ينور دربك، الله ييسر امرك. كيف توجهت روح لك، الله يرضى عليك ولك الله يرضى عليك. روح يا ابني. بارك الله فيك. بس ما اكتفيت. الله ييسر امرك حاج. لسه ما اكتفيت. الله ييسر امرك. بدي اعطيكي 25,000 تركي تمشي حالك فيها ال10 ايام لنخلص عمار البيت. الله يعطيك الف عافيه. بارك الله فيك. تمام. الله يعطيك الف عافيه. هلا صار عنا
عمار البيت في الضيعة بقيمة 10,000 دولار، الله يوفقك، فوق المنة محل حتى تعيشوا منه، الله يوفقك، والبيت بتاخذيه مجهز من الألف للياء. الله يوفقك روح، الله يستر أمرك إلهي. أنا أوصل أدعي لك والله العظيم يا عم عبيد. صلى فرحتني انا. صلى كنت هلق عم بقول حلمي ارجع الضيعة، والحمد لله بده يتحقق حلمي. الضيعة. شو شعورك؟ نورنا شعوري كثير فرحانة، ما يعني ما نصدقه، يعني كثير هالشيء هذا الله بعثني اياه. بدنا نخلص من الخيمة. الحمد لله رب العالمين. الله يرضى عليك. أختها الخيمة، ذبحتنا هالخيمة. ذبحتنا والله ابو موتتنا. المخيمات، الله يجعل ابو المخيمات. الله يوفقك إلهي، والله يستر أمرك إلهي، والله فرحتني. المخيمات كرهتنا حالنا، الواحد بيرجع بلاده بيرتاح، مو هالمخيمات عوفتنا حالنا والله العظيم. يسعد دينك عالضيعة معلم. وعالضيعة والله أحسن. بدي إياك من أيمت ما أكلت لحمة من 8 شهور والله تشتري هلا خروف، الله خروف لحم. الله يوفقك يا رب. تمام. الله يسر عليك. هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم يا رب أهل الخير. كل واحد يا رب جبر بخاطرنا، الله يرزقه مال أكثر من هذا اللي أعطيتوني إياه. عش شعوري إنه فرحت أمي وما عاد تبكي خالص، شعوري بس هذا هو. هو أنت كنت بدك تلبس أمك ذهب؟ إيه والله بس أكبر حق المصحف يا رب، أنت شاهد فيه والله ما أخليها تحتاج أحدا بس بإذن الله تكبر. عز وجل. نحن هلا جينا نلبسها ذهب، نوقف جنبك ولبسها الله ذهب. يخليك، عشت. الله يعطيك العافية. هذا مبلغ 25,000 تركي، هو مبلغ رمزي ومبدئي تشتري للأولاد إيش شو لازمهم هلا وانتو بالخيمة، بس لحتى 10 أيام نخلص لك البيت اللي تكلفته 10,000 دولار، ونفتح لك محل ومنرجعكم معززين مكرمين على الضيعة. الله تمام؟ يعطيك الف عافيه، بارك الله فيك، الله يوفقك، الله يجزاكم خير يا رب. والله فرحت كثير. والله الله يفرحك، الله يخليك يا عم روح الله ينور دربك، والله بدعي لك، والله بدعي لك ما توجهت انت والله. عامل كثير خير بحياتك، وانت ان شاء الله باذن الله عز وجل رايح الجنة ان شاء الله. رايح الجنة ان شاء الله. انت الله يغفرنا يا يا عم. عم زيد والله بالليل وبنهاري ادعي لك تروح الجنة، بس انت كمان رايح الجنة، الله يعطيك العافية. الله يرضى عليك الله إلهي يعطيك ربي. الف عافيه.